السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل بيتزا كده يا جماعة. حطينا طبعا 4 معالق لبن بودرة كده مع معلقة ملح، ونقلب تقليب مستمر كده اهو يا حبايبي. طبعا مدوبة 4 معالق خميرة. طبعا هنحط الزيت كده، عفوا، مج الا ربع زيت كده اهو يا حبايبي. ندوبهم دوب كده اهو لحد ما يدوب. طبعا المعيار دوت في كوباية مية مع 3 معالق خميرة صغيرين، مع 3 معالق سكر كبار يا حبايبي، مع رشة ملح برضو اهو. نقلب تقليب مستمر كده لحد ما توفي بعضها كده اهو يا حبايبي. عايزة شوية مية كمان هحط لها اهو اهو يا حبايبي. نعجن بقى طبعا العجينة اهي ماسكة في ايدي اهي يا حبايبي. بصوا كده سابت من ايدي اهي وبقت حلوة اهي. بسم الله ما شاء الله. العجينة زي الملبن وهي مش ماسكة في الايد. طبعا هوريكم الطبق اهو يا حبايبي. برضك قبل ما اغطيها وكده هوريكم الطبق اهو. بصوا اكني ما تعجنش فيه العجينة اهي اهي يا حبايبي اهي. شوفوا ايديا نضيفة ازاي. اغطيها كده بقى واركنها بقى لحد ما تخمر براحتها. طبعا انا حاطه اللحمه اهي، حاطه الماده الدهنيه والبصل اهو يا حبايبي، مع فلفل حامي وفلفل رومي. انت عايزه ما تحطيش حامي حطي، عايزاها سبايسي حطي، اللي انت حباه حطيه، مفيش اي مشكله اهو. بسم الله ما شاء الله، حاجه زي العسل ايه. وكفايه ان انت اللي عامله لولادك. طبعا ملح، البهارات، ملح، سماق، معلقه سماق كده، معلقه فلفل اسمر، مع تشكيله بهارات حلوه كده اللي هي ال7 بهارات، مع جزر مبشور يا حبايبي. ونقلب ده كله في بعضه ونسيبه. طبعا انا مولعه على كده على حله للطماطم اللي هتتحط على وش البيتزا. بصوا حاطه 3 بصلات كبار متقطعين اربح كده كبيرة، على برضك يجي كيلو الا ربع قوطة، على 4 حبايات توم كده يا حبايبي صحاح زي ما هما كده اهو، على ربع مج مية كده اهو، عشان بس الحاجة تبقى حلوة معانا. طبعا نغطيها. نعمل بقى كده هي بعد ما اتشمعت شوية قربت تخشت على السوا اهي يا حبايبي. مولعين على الطاسة برضو وفيها مادة دهنية. هنحط البصل طبعا مخرطينه كبير زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، عشان ده هيتحط على وش البيتزا. نفضل نقلب بقى تقليب مستمر كده لحد البصلة ما تدبل زي ما هتشوفوها دلوقتي اهو. نحط معلقة ملح كده، معلقتين، عشان تدبل بسرعة اهي يا حبايبي. مع التقليب مع النار كل حاجة هتبقى حلوة ان شاء الله اهو. تقليب بس المستمر كده، البصلة كده تشوحك جامد، هو ده المطلوب اهو يا حبايبي. طبعا نحط الشرايح الطماطم، احنا كده حطينا كده استوت وبقت مية مية. نحط الطماطم كده اهي يا حبايبي. وطبعا الفلفل هنحطه برضو، بس اما اجي احطه هقول لكم يعني هنبقى مع بعض برضو اهي. دي كده الطماطم، هي كل حاجة بتتقطع كده كبيرة عشان بتتحط فوق الصلصة على طول اهي يا حبايبي. تحت الصلصة اهي، فوق الصلصة ايوه اهي يا حبايبي. كده استوت وبقت حلوة قوي 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 اهي.
كده هنحط الفلفل الاخضر كده، فلفل رومي مع فلفل حامي يا جماعه. طبعا ما عنديش الوان، مش هكلف نفسي برضك ادام ما عنديش. مفيش حاجه وقفت على كده، برضك قلبناه واهو كده. لما استوى بقى كده بصوا، ولا ميه في الطاسه ولا اي حاجه اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله زي العسل اهو، هو ده المطلوب. لكن لو في ميه لا. دي الصلصه كده يا جماعه بنحطها في الخلاط كده، عملناها عشان وقتكم برضك. طبعا توم بودره، بصل بودره، طبعا معلقه فلفل اسمر كده مع معلقه ملح. نقلبهم مع شويه زيت كده. هنحط زيت يعني معلقتين 3 زيت اهو، عشان برضك تبقى حلو. اهي يا حبايبي كده خلصت. كده العجينة اهي يا حبايبي، شوفوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهي. بصوا اختمرت وبقت حلوة ليه؟ معجونة كويس جدا. بصوا بصوا اهي مفرودة من غير فلانشة ولا اي حاجة اهي. عجينة زي العسل وما بتلزقش في الايد، يعني هي العجينة طرية بس ما بتلزقش في الايد. اهي يا حبايبي نقطعها نصين عشان طبعا هنعمل صينيتين كبار فضلة خيركم. اهي يا حبايبي اهي بعد ما قسمناها نصين، طبعا الصينية مدهونة مادة دهنية معانا اهي. لازم تدهنيها مادة دهنية كده، زبدة سمنة زيت مش هتفرق، الموجود اعملي به وايدك تعمل كل حاجة حلوة بإذن الله. نفرد كده كويس اهو يا حبايبي، اهو يا حبايبي اهو. اهو يا حبايبي مع الفرد كده نفردها كويس. عشان ايه؟ عايزين كل حاجة تبقى زي العسل ان شاء الله. اللهم صل على النبي. العجينة لينة جدا عشان معجونة كويس جدا يا جماعة. اللبن البودرة بينعم العجينة، والحبة الزيت اللي احنا حطيناهم المجة الا ربع كده بيخلي العجينة برضو حلوة وبيخليها ناعمة. احنا عايزين عجينة البيتزا ناعمة يا جماعة. وبرضك لما اجي اعملها الشرقي اللي هي بتاعت الفطير هبقى اوريها لكم ان شاء الله برضك. اهي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. طبعا بنحط الحرف الصينية كده العجينة عشان لما اجي احط الحشوة ما تقعش في الصينية وتبقى حاجة مش كويسة، احنا مش عايزين كده. اهو يا حبايبي طبعا ايدك تعمل كل حاجة حلوة اهي. بسم الله ما شاء الله حاجة زي العسل، وكفاية ان انت اللي عاملاها. اهو يا حبايبي اهي. تفردي كويس العجينة فوق الحرف عشان الحشو ما يقعش بس. مش اكتر ولا اقل اهو. شوكة طبعا نخرمها كده عشان ايه مش عايزينها بقى زي العيش كده منفوخة والكلام ده كله لا. احنا عايزين نعمل الحاجة حلوة اهي. نخرمها كده عشان الهواء يطلع منها برضك، يعني ايه ما تبقاش عاملة زي العيش يا حبايبي منفوخ. اهي طبعا نحط الصلصة اهي يا حبايبي، نقلبها تقليبة كده عشان كله يندمج مع بعضه كده اهو. حط حط الصلصة اهو يا حبايبي، اهو يا حبايبي اهو يا حبايبي. معلش بس العيال ضحكوني اهو.
وزعها كده كويس الصلصة. هنحط رشة جبنة كده يا حبايبي عشان ايه الحشوة تمسك في بعضها، ما تبقاش طالعة كده نيجي نخرطها تروح الحشو واقع، لا احنا مش حابين كده. اللي احنا شايفينه صح نعمله. اهو نوزع الجبنة كده. اهي يا حبايبي. طبعا نجيب اللحمة كده، نجيب البصل والفلفل اللي احنا عاملينه والطماطم، نوزعه كده على الصينية كلها بتساوي بايدينا، يعني معلش المعلقة مش هتفرد كويس. بصوا احنا فردناه كده بايدينا حلو. طبعا بحط اللحمة كده الكمية اللي انت عايزة تحطيها، وتنفع بسوسيه وتنفع بسجق وتنفع بكل حاجة الموجود عندك اعملي به، وتنفع ببيفة ولانشون وكله، يعني ما تكلفيش نفسك. اهو يا حبايبي هنوزع بقى الوش كده بالمعلقة اهو. اهو يا حبايبي وزعناها كده اهي. نحط الزيتون بقى اهو، نحط الزيتون ونضغط عليه اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، كل حاجة زي العسل وكل حاجة قدامكم خطوة بخطوة كده مع بعض اهو. انا بقى شايفة كده كفاية الكمية بتاعت الزيتون اهي. اهي يا حبايبي. لازم نضغط بايدينا كده الزيتون عشان يمسك مع الجبنة مع اللحمة مع الصلصة مع البصل مع الفلفل. بسم الله ما شاء الله كلها حاجات مغذية وبألف هنا وشفا يا رب الكل اللي ياكل. اهي يا حبايبي. اهي بعد ما وزعناها كده بنحط المادة الدهنية اللي بتبقى فوق الجبنة عشان تديلها لمعة حلوة كده وتطلع من الفرن حلوة. اهي يا حبايبي. اهي بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي. طبعا كده هناخدها ونروح على الفرن الفلاحي على طول اهو. دي ما تتسواش في الفرن البوتاجاز ليه؟ دي صينية كبيرة لازم الفرن فلاح زي ده. بصوا النار لازم تبقى عالية كده يا جماعة، وبرضك لما اجي احمي وشه كده احمره هعليها اكتر، انا عارفة فيه كده. ده فرن فلاح اللي هو الصاج، مش الفلاح اللي هو بالطين، لا ده الصاج اهو. دي الصينية التانية اهي يا حبايبي، يعني دي واحدة في الارض اهي وواحدة في الفرن اهي قدامكم. طبعا بقى كده نرجع لكم لما تستوي عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. طبعا كده استوت يا جماعة وطلعتها فوق اهي في الشقة. طبعا كده بنخرطها بالسكينة اللي هي بتاعت البيتزا العجلة دي اهي. اهي يا حبايبي بصوا هوريكم خرطة كبيرة اهي. بسم الله ما شاء الله زي العسل اهي يا حبايبي. بصوا الجبنة سايحة عليها وحاجة زي العسل والله. بسم الله ما شاء الله عليها اهي. طبعا دي الصينية التانية يا جماعة طرية جدا. شوفوا السوا بتاعها جميل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله
وهي المادة الدهنية هي اللي ما خلتهاش تلزق في الصينية يا حبايبي، مع كاتشب مع خيار مخلل كده اهو، وهتبقى زي العسل ان شاء الله. بألف هنا وشفا يا رب الكل اللي ياكل اهو. اهي يا حبايبي، هقطع لكم الصينية التانية عشان اوريها لكم برضك، يعني اوريكم خرطة من دي وهوريكم خرطة من دي برضك. بصوا بسم الله ما شاء الله. اهي يا حبايبي بصوا، جميلة وسواها جميل جدا. بصوا اهي، بصوا طرية وحاجة زي العسل والله. اهي يا حبايبي اهي، وحاجة انت اللي عاملاها لولادك. طبعا محمد ابني يا جماعة قال لي هات اما ادوقها. طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير، وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى مشاهدين في كل مكان.